السلام عليكم. تعالوا هنعمل الترند اللي في قلب الدنيا على السوشيال ميديا واللي هو الكسكسي بدقيق السمنولة. تعالوا هنعمله ونشوف ايه رأيكم فيه، وكمان انا هقول لكم رأيي فيه بصراحة. طبعا انتوا شايفين شكله يعني متفرقوش عن الكسكسي تماما اهو زي ما انتم شايفينه. انا هقول لك رأيي في اخر الفيديو اهو زي ما انتم شايفينه، والشكل رائع ما شاء الله عليه. حط اللايك لمنا بالله عليك، اكتبي لي كومنت قولي لي رايك فيها ايه، قولي لي كمان عايزاني اقدم لك ايه. كمان لو عايزين اي وصفه ممكن تقولوا لي عليها ونعملها لكم. مشاهده كامله وحط اللايك لو انت جديده، يسعدني ويشرفني انضمامك لعيله امي منى. تدوسي على زر اشتراك اللي هو باللون الاحمر بيكون اسفل الفيديو، وتختاري كلمه الكل عشان كل الفيديوهات اللي بعملها تروح له. يلا بينا ندخل على الفيديو. هنجيب طاسه او صينيه او اي حاجه عندك تشتغلي فيها. نزلت ب3 معالق من السمنه، ونزلت بكوبايتين من دقيق السمنوله او دقيق البسبوسه. ده بينباع عند العطار، تشتريه وتجيبيه. اوعي تعملي من البسبوسه اللي هي بتكون في الكياس، مش هتنفع معاكي. وهفضل اقلب في الخليط بتاعي بالشكل ده لغايه لما اشربه السمنه كلها. تفضلي تقلبي الاول النار بتكون عاليه وبعدين بنهض النار، يعني النار بتكون وسط او اقل من الوسط بشويه. هنا الطاسه اللي انا جبتها دي كانت صغيره على الكوبايتين، هي يعني هتشيل كوبايه واحده لان الخليط ده بيزيد. فانا بقى هجيب صينيه وهنقل الخليط من الطاسه واحطه في صينيه، بس مش دلوقتي. لما اجي اضيف الميه هبص الاقي الخليط بتاعي زاد ونفش كده، وهبص الاقي الطاسه مش مقضياه اهو زي ما انتم شايفين. دول كوبايتين من دقيق السمنوله، هننزل عليهم ب3 كوبايات من الميه. كل كوبايه بيكون ليها كوبايه ونص من الميه. انا اول مره اعمل الوصفه دي وشفتها طلعت ترند، كل القنوات بتعملها. عايز اقول لكم ان انا شفت القناه اللي نزلتها اول مره، والله العظيم بجد اول ما نزلتها انا شفتها. انا اول ما شفت الفيديو الحقيقه عجبني وقلت اجربه. ما كنتش فاكره بقى ان الفيديو هيعجب الناس كلها زي يوم منا كده، وكمان هيطلع ترند. بصراحه الله يبارك لصاحبه الوصفه، هي صاحبه الوصفه اللي اخترعت الوصفه دي يا جماعه. قناة وصفات سبوح، الله العظيم ربنا يبارك لها. يعني وصفة من الاخر كده 100 100. طبعا احنا عيلة على اليوتيوب وكله بيتعلم من بعض. ما شاء الله عليها، ربنا يا رب يبارك لها كده ويكون في ميزان حسنات. والمية تكون سخنة بتغلي، اوعي تضيفي مية باردة، ده شرط من نجاح الوصفة ان المية تكون بتغلي. بصي انتي اول ما هتنزلي بالمية هيعجن منك كده، وهتبصي تلاقي الخليط كله مسك في بعضيه. هتقولي ان الوصفة باظت، لا ما باظتش. افضلي قلبي بالشكل ده زي يوم منا ما بتقلب. قلبي كده، قلبي وتبصي تلاقيه بيفكك معاكي شوية شوية. كل ما بتقلبي بيفك معاكي، كل ما المية اللي انت ضفتيها بتتبخر بيبتدي يظهر معاكي ملامح الكسكسي. هتعمليها وانت واقفه في المطبخ كده، هتحلي بيها بقى وهتفرحي اولادك، هياكلوها يعجبوا بيها جدا. عايزه اقول لكم ان الاولاد يعني عجبتهم قوي قوي قوي، ما كانوش مصدقين نفسيهم، ولا منخل ولا دقيق ولا تحطوا ميه ولا تفركي ولا كل الكلام ده. الوصفه دي هتريحك من كل ده. انتوا عارفين نفسك تاكلي كسكسي ومكسله، لا تعالي شوفوا الوصفه دي وهيطلع معاكي زي العسل، وهتاكلي كسكسي في 3 دقايق اهو زي ما انتم شايفين. ما شاء الله اللهم بارك. تفضلي تفككي بقى فيه كده. طبعا انتم شايفين وملاحظين هنا ملامح الكسكسي ظهرت معايا اهو، شايفين؟ اللهم بارك ما شاء الله. انا بقى لما ضفت الميه ما قلتش انه باظ معايا ولا الكلام ده كله، ليه؟ لان شايفه كل الفيديوهات اللي بتنزل عليه اهو ما شاء الله عليه اللهم بارك. وكمان هو بيبان عليه يا جماعه، يعني هو بيعجن كده بيمسك في بعضيه، بس من اول تقليبه بتقلبيها بيبان عليه ان هو إيه ان هو بيتفكك كده وبيسيب بعضيه يعني وكده. ما شاء الله شايفين؟ هنا بوريكي وبقولك اهي متفككه وجميله وكسكسي 100 اهو زي ما انتم شايفين. جبت الطبق التقديم كده وهقدمها معاكم. واللهم بارك، روعه 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 روعه، والله يعني تسلم دماغ الست اللي اخترعتها. شايفين قد ايه جميله وقد ايه سهله. بتكون كده خفيفه جدا، مش زي اللي بتعمليها بالدقيق، اسفنج وخفيفه كده وانتي بتاكليها في بقك، سهله ما شاء الله عليها. المضغه بتاعتها جميله جدا جدا. من النهارده انا هعتمد يا بنات الطريقه دي، ما عدتش تاني اعمل كسكسي بالدقيق. زيني بقى بسكر بودره احط عليه كده ما شاء الله، وكمان هحط عليه جوز الهند، وهحط عليه زبيب. ممكن تاكليه كده بسكر بودره تكتفي بيه،
طبعا يعني التزيين ده انت زي ما انت عايزه، ممكن تعمليها لاولادك وهم طالعين الصبح رايحين المدرسه يفطروا بيها، وممكن كمان ياخدوها معاهم في اللانش بوكس. هنا بوريكي بقولك شايفه الجمال يا سيدي، يا سيدي على اجمل كسكسي عملتلك النهارده ام منى. كل متابعين ام منى يجربوا الوصفه دي وهم مطمنين. جميله 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 ما شاء الله عليها. حطيت بقى الخليط اللي كان في الصينيه فضيته كمان في طبق تاني اهو. ما شاء الله اولادي كلهم كانوا واقفين عايزين يدوقوا. هنا انا بدوق وكلهم واقفين بيقولوا عايزين ندوق زيك يا ماما، يلا خلصي عايزين ندوق. طبعا من جمالها وكمان ريحتها يا بنات خطيرة خطيرة جدا، تحفة 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 بجد رهيبة ما شاء الله عليها والله العظيم يعني روعة. زي ما بقول لك كده اسفنج في بقك كده وانت بتاكليها وسهلة البلع وجميلة قوي 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 ما شاء الله عليها. من النهارده هعتمد الوصفة دي وانتوا كمان اعتمدوها. ليه؟ سهلة، هتاكلي كسكسي 3 دقايق هتريحك من المنخل ومن الدقيق. يبقى لازم تجربيها. ما تنسيش تسيبي لي كومنت جميل منك وتقولي رايك في الفيديو وتحطي لايك لمنى وشير للفيديو عشان الكل يستفاد منه. وعملنا الترند والحمد لله. يا رب الفيديو بتاع منى يطلع ترند. مع الف سلامه.